في كل 5 اطفال في طفل بيعاني من زياده الوزن. هي الاطفال دي عماله تزيد في الوزن كده ليه؟ الاحصائيه دي من سن 2 لسن 18 سنه. الطفل اقل من 5 سنين المفروض لا يعاني من سمنه، عنده ريجولاتوري سيستم، نظام تنظيمي في جهازه العصبي المركزي بيمنعه انه ياكل اكتر من احتياجه. لكن احنا بالعادات والممارسات الخاطئه والبيئه التي تدعو الى السمنه اصبحنا نشوف السمنه من اول عمر 2. هقول لكم احصائيه مخيفه شويه. من سنه 1990 لسنه 2021 يعني في حوالي 31 سنه سمنه الاطفال اصبحت الضعف. اما من سنه 2021 لسنه 2025 سمنه الاطفال تضاعفت 3 مرات. زياده مرعبه، في 31 سنه تبقى الضعف وفي 4 سنين تزيد 3 اضعاف. احنا رايحين على فين؟ المشكله في سمنه الاطفال في المشاكل المرضيه اللي بتصاحب السمنه. الاطفال اللي بتعاني من السمنه 25% منهم بيعانوا من ضغط الدم المرتفع، من 40 ل 50% منهم بيعانوا من مقاومه الانسولين اللي هي بتتطور في بعض الاحيان انها تكون مرض السكري النوع الثاني. ده مرض بيعانوا منه كبار السن، كنا بنسميه سكر الكبار، بقينا دلوقتي بنشوفه في اطفال عمرها 7 و8 سنوات. كمان دهون الدم والكوليسترول بقينا نشوفه في الاطفال اللي بتعاني من السمنه بنسبه 20 ل 30%. كمان الكبد الدهني من اكتر الامراض شيوعا في الاطفال اللي بتعاني من السمنه. مشاكل العظام والمفاصل حدث ولا حرج، اطفال صغيرين وبتعاني من مفاصل الركبه، خشونه والام في سن مبكر جدا. كمان مشكله توقف النفس المؤقت اثناء النوم بنشوفها في 30% من الاطفال اللي بتعاني من السمنه. دي بتاثر على نومهم وبتاثر على تحصيلهم الدراسي وبتسبب التبول اللا ارادي اثناء النوم. بقينا نشوف بلوغ مبكر في البنات وتاخر البلوغ في الاولاد بسبب السمنه. بنشوف اكتئاب ومشاكل نفسيه في الاطفال اللي بتعاني من السمنه، اما بسبب الدهون الزايده نفسها لانها بتفرز مواد تؤدي للاكتئاب او بسبب التنمر. الاطفال دول بيعانوا من تنمر مستمر من زمايلهم في الفصل ومن المدرسين ومن حتى الاهل نفسهم. احنا ليه مكبرين الموضوع كده؟ الاطفال اللي بتعاني من السمنه في سن مبكر بيجوا عند البلوغ وبسم الله ما شاء الله جسمهم بيفرد وبيطولوا والسمنه بتقل. هل المقوله دي صحيحه؟ الاحصائيات بتقول ان 70 ل 80% من الاطفال اللي بتعاني من السمنه بيستمروا في السمنه ما بعد البلوغ. 70 ل 80%. 50% من الرقم ده بيعانوا من سمنه مفرطه، يعني كتله الجسم بتاعتهم بتكون فوق ال 40، يعني اوزانهم بتكون فوق ال 100 في وقت شبابهم. خلاصه الكلام، نزول الوزن في سن الاطفال فرصه ذهبيه بلاش نضيعها. محتاجين كلنا نساعد بعض ونحط ايدينا في ايدين بعض، ناخد قرارات ونحط خطه جاده ما فيهاش تنازلات، خطه ما فيهاش حرمان ولا فيها معاناه نفسيه، فيها انجازات واهداف بتتحقق. باذن الله هبدا سلسله من الحلقات تتكلم عن سمنه وزياده الوزن في الاطفال، ازاي نعالجها وليه بتحصل، انظمه غذائيه مناسبه ليهم، ازاي ما نعرضهمش لا للحرمان ولا المشاكل النفسيه، ازاي نحميهم من التنمر، ازاي الام والاب والمدرس والمدرسه والمجتمع كله يتعامل مع الطفل اللي بيعاني من السمنه وزياده الوزن. محتاجه مشاركتكم ومحتاجه تحكوا لي تجاربكم، محتاجين كلنا نساعد بعض. انتظروني على موعد من السلسلة المفيدة اللي هتغير بإذن الله المجتمع بتاعنا كله. دمتم طيبين وبالصحة متهنيين وبالذكاء متغذيين، ونقول سلام.